السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة عامل الدليفري الذي صدمه نجل الفنان أحمد رزق بأكتوبر، وانهيار والدته بكلمات مؤثرة: مش هشوفك تاني يا علاء، وتطلب من ربنا إنه يصبرها. اللهم اغفر له وارحمه. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. علان يا حبيبي، علان يا علاء، يا علاء بنودعك يا علاء وماشي يا علاء. اجي اقول مين يا علاء واقول ورحت مين ولا مين؟ قول لي مين ولا مين يا حبيبي؟ علان يا ابني، علان يا ابني، علان فراق يا علاء، علان فراق يا حبيبي. يا رب يا رب الصبر يا رب، الصبر يا رب والنبي، ادعي له يا عزيز. الصبر يا رب، الصبر يا رب والنبي، يعوضنا خير يا رب، يعوضنا خير يا رب. يرحمك والصبر، يرحمك يا علاء، يرحمك والصبر. يا علاء، علان يا حبيبي، علان يا علاء، يا علاء بنودعك يا علاء وماشي يا علاء. اجي اقول مين يا علاء واقول ورحت مين ولا مين؟ قول لي مين ولا مين يا حبيبي؟ علان يا ابني، علان يا ابني، علان فراق يا علاء، علان فراق يا حبيبي. يا رب يا رب الصبر يا رب، الصبر يا رب والنبي، ادعي له يا عزيز. الصبر يا رب، الصبر يا رب والنبي، يعوضنا خير يا رب، يعوضنا خير يا رب. يرحمك والصبر، يرحمك يا علاء، يرحمك والصبر. يا علاء. خبر وفاة استقبل هو كان جاي من دليفري حضرتك، والتاني جاي من الكومباوند عكس، بيتعلم السواقه هو وصاحبه وراه، وابن خالي جاي من الدليفري قدامه كده، راح التاني جاي بسرعته وابن خالي بسرعته، راح راكب عليه، اترفع 10 سم ونزل على الرصيف، الخبطه جت في دماغه حضرتك وفي صدره، عمل عمليه كسر في الجمجمه ونزيف في المخ والفك اتعوج والوش كله مكسر، والرئه والصدر كله اتدمر. راح عمل ودانا مستشفى زايد. لا قعدوا من الساعه 1 بالليل ل 6 الصبح بيخيطوا في وشه، في وش الشاب اللي زي الورد. بعد لما لقى حالته بتديك وعايز يعين على الواحه في المهندسين، عمل عمليه وعمى في المخ. قال لك عشان في نزيف في المخ، وجا عملت له جلطه. العمليه واحنا اللي دافعين العمليه، احنا اللي دافعين حق العمليه، ما رضيش يديله فلوس. ممكن نسال حضرتك يدفع فلوس العمليه عشان لما نطمن على ابنك ويخرج بالسلامه. حضرتك استلفنا الفلوس، استلفنا الفلوس والله. ما كانش اي مساعده طيب من احمد رزق ولا متصل؟ لا، ولما عملنا محاولات جه دفع تامين المستشفى، التامين ده 25,000 جنيه، المستشفى كانت كل يوم بتاخد 13,000 جنيه غير العلاج، والمستشفى موجوده والتقارير موجوده والمصاريف موجوده.